السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين هنعمل النهارده وصفة مميزة جدا وكلنا بنحبها وخفيفة كمان ولذيذة جدا. هنعمل كيكة الزبادي. كيكة الزبادي وصفة لذيذة جدا وكلنا بنحبها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. زي ما انتم شايفين معايا هنا المكونات اللي هنستخدمها. معايا زي ما انتم شايفين كوبايتين دقيق منخولين طبعا، ومعايا كمان كوبايه الا ربع سكر، معايا ظرف فانيليا، معايا معلقه صغيره بيكنج باودر، معايا رشه صودا بيكربونات صوديوم، معايا طبعا معلقه كبيره بش ليمونه، معايا كوبايه زبادي، تلت كوب زيت، معايا 3 بيضات. هنبدا مع بعض الفيديو. اول حاجه طبعا هعملها هبطن القالب زي ما انتم شايفين معلقه سمنه او زيت وادهن بيه القالب كويس قوي وبطنه بالدقيق. بعد كده طبعا هجيب الخلاط زي ما انتم شايفين وهضيف فيه 3 بيضات وهضيف كمان كوباية السكر واشغل عليهم الخلاط بحيث ان انا احصل في النهاية على قوام كريمي. طبعا هضرب لمدة دقيقتين لحد ما احصل على القوام المطلوب. خلاص كده زي ما انتم شايفين عندي هنا قوام كريمي زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هبدأ اضيف الزيت، هضيفه طبعا تلت كوب زيت، وهرجع اغطي تاني الخلاط واشغله تاني لمدة ثواني طبعا عشان كل المكونات تختلط مع بعضها. بعد كده هضيف بشر ليمونة، بشر ليمون معلقة كبيرة بشر ليمون زي ما انتم شايفين، وهضيف الفانيليا. انا هضيف تسجيلتين فانيليا او ظرفين فانيليا. وهرجع اشغل تاني الخلاط. طبعا نقدر نعمل في المضرب بالمضرب اليدوي زي الكهربائي زي ما انتوا زي ما تحبوا او العجان. بعد كده هرجع اضيف اخر حاجة هضيفها طبعا الزبادي في الخلاط. وهشغل الخلاط تاني لمدة دقيقتين. خلاص كده انا هفضي كل المكونات في البولة زي ما انتم شايفين اللي انا خلطتها. وهبدأ اضيف الدقيق المنخول، طبعا مهم ان احنا ناخد دقيق كويس جدا. وهضيف كمان بيكربونات صوديوم، رشة بيكربونات صوديوم، وهضيف معلقة بيكنج باودر. وهضرب كويس اول مرة باليدوي. طبعا القوام بتاعها بيبقى تقيل طبعا زي كيكة البسبوسة كده، قوامها مش بيبقى خفيف. وده القوام المناسب معايا، قوام جميل وكريمي جدا. وهبدأ اضيفه في الصينية في القالب المتبطن طبعا، وهوزعه كويس في القالب بحيث ان سطحها يبقى متساوي. زي ما انتم شايفين انا هسوي وش الصينية كده السطح متساوي زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها الفرن. طبعا انا مولعه الفرن من قبل ما ابدا على درجه ومشغلاه على درجه حراره 180 درجه مئويه او حسب حراره الفرن عندك. دلوقتي هخبزها في الفرن. مهم جدا ان احنا نسوي سطحها. هبدا دلوقتي انا خلاص دخلتها الفرن، هبدا اجهز الشربات. عندي هنا كوبايه سكر، هضيف عليها كوبايه الا ربع ميه، وهقلب السكر كويس عشان يدوب. بعد كده هعصر نص ليمونه زي ما انتم شايفين او معلقه كبيره عصير ليمون، وهرفعها على البوتاجاز لحد ما تغلي. ودي الكيكه خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين، انا هسيبها تبرد. نزلتها في القالب في طبق زي ما انتم شايفين. والشربات طبعا بيغلي زي ما انتم شايفين، ضفت له ظرف فانيليا قبل الاستخدام على طول، لسه منزلاه طبعا من على النار.
وهابدأ اسقي الكيكة بالشربات واوزعه عليها بشكل تدريجي زي ما انتم شايفين، بحيث ان كل الكيكة تاخد تشرب شربات. وطبعا ان الكيكة تشرب الشربات ده دليل على نجاح الكيك بتاعنا. مهم ان احنا نوزعه في الاطراف وفي النص وفي كل مكان بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. شايفين الشربات سخن جدا، انا سبت الكيكة بردت لكن الشربات سخن جدا. خلاص انا وزعت كده الشربات، ضفت كل كمية الشربات اللي عملتها. دلوقتي هبدأ ازينها زي ما انتم شايفين بسكر بودر، هضيف عليها رشة سكر بودر زي ما انتم شايفين بالطريقة دي للتزيين. ودي الكيكة بتاعتنا، انا قطعتها زي ما انتم شايفين هشة جميلة، هشة جدا وجميلة جدا والحتة حلوة قوي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا، وبالهنا والشفا.